انا مش مقتنع ان انا مشهور قوي، بس في جريمه بتحصل دلوقتي وبيستغل فيها اسمي وبيتنصب بيها على الناس في اموال كبيره جدا ومبالغ ضخمه جدا، وده بيتم عن طريق استغلال فيديو بتاعي وعن طريق استغلال اسمي وعن طريق استغلال فيديوهاتي بشخصي اللي هو مازن ابراهيم، وبينتحل شخصيتي عشان ينصب بيها على الناس. انا عمري ما طلبت من حد فلوس، ولا على سبيل الاستثمار ولا على سبيل التداول ولا على سبيل ان انت تسلفني ولا على سبيل اي حاجه. الفيديو اللي كان نازل بخصوص الشغل كان بخصوص الشغل، حضرتك هتشتغل انت اللي هتاخد فلوس، وده كان على سبيل ان الناس هتشتغل هتشتغل ماركتنج افليت على الويب سايت، هتبيع منتجات تاخد فلوس. لكن في ناس استغلت فيديوهاتي ونزلتها على اكونتات على التيك توك وجابت ملايين المشاهدات، فوق ال 14 مليون مشاهده. فانا باكد الفيديوز دي لا تمت بصله عن مازن، وانا بخلي مسؤوليتي عنها تماما. وكل الاكونتس اللي على السوشيال ميديا هتلاقي كلها تحمل الاسم بتاع موبايلات BTAA3MOBILAT. بس لو قلت لي اعمل ريبورتس للاكونت دي واقفل الاكونتات دي، انا بقفل كل يوم زي عن 4-5 اكونتات بيكونوا جايبين ملايين المشاهدات وناصبين على ناس بمبالغ كبيره. الحاله الوحيده لو اديني فيها فلوس تشتري من عندي منتج، دي الحاله الوحيده لو اديني فيها فلوس. فانك تشتري من عندي منتج، انت اخدت منتج دفعت فلوس، وكل ده بيتم من خلال الويب سايت، كل ده مسجل ضريبيا، كل ده تحت القانون، كل ده ريجولار 100%، مفيش حاجه فيه ان ليجل. انسى كل حاجه ليجل، اخدت منتج تديني فلوس، غير كده عمري ما هطلب منك جنيه. تمام؟ يلا باي باي.